السلام عليكم. أنا هستميح أستاذي الأستاذ عبد الفتاح شحاتة، أستاذي الأول، والأستاذ عبد البر، إن أنا هتحرر من العربية شوية. هتكلم معاكم بالعامية. إحنا مدرسة النهضة أنشأناها أو أعلنا تدشينها في 5/10/2015. وبدأنا الرحلة المحلية بتاعتنا من 5/10 لحد 1/2/2016، ثم بدأنا التنويه بالنسبة للجموع العربية، وتراسلنا عن طريق عبر السوشيال ميديا، وكان في معانا مجموعة من الشعراء الأوائل. وطبعا كان هذا الموضوع كان صفى بيني وبين الأستاذ عبد الفتاح شحاتة، وقدرنا ان احنا نحط مجموعه من الاليات والاهداف اللي تم اعتمادها وتأطيرها وفق بنود اكاديميه بحته. بعدها التقينا بالشعراء العرب هنا في القاهره في 1/2/2016، وعملنا مهرجان الشعر العربي الاول، وكان اول مهرجان شعر شعبي بعيدا عن المسابقات او المهرجانات الحكوميه. بعدها بدانا فكره التطوير بسرعه. حسينا ان احنا محتاجين نلتقي برجل الشعر العربي. سافرنا لبنان في ابريل 2016. طفنا 4 محافظات هناك. بعدها في نوفمبر سافرنا المملكة الأردنية، وبرضه عملنا مهرجان رائع جدا، وكان يصطحبنا معالي طه نبابة في هذا الوقت. وبدأنا فكرة التوثيق بعد مرحلة التوطين. يعني احنا الأول وطنا الأهداف وأعلنا عنها بالنسبة للوطن العربي أجمع. ثم أنشأنا لجان عمل معانا أكاديميين من كل التخصصات في الوطن العربي، وكلهم على قدر عالي جدا من الدرجة العلمية والثقافية. دخلنا بعد المرحلة دي في مرحلة التوطين، بدأنا مرحلة التوثيق. التوثيق بدأناه بالمقالات. بعدها دخلنا في مرحلة طباعة الكتب. طبعنا بالعام الماضي الشمس لا تطوف مرتين، وطبعنا على ربيع الروح. هذا العام غيرنا الشكل شويه، وهقول ليه بعد كده. لما طبعنا شيطان شعري ولآلئ تحديدا، ان احنا بنحتفل بلآلئ، لكن هنوه عن شيطان شعري. فدخلنا المرحله الثالثه اللي هي مرحله تسويق الثقافة العربية. وهذه المرحلة احنا دخلنا فيها، او انا اشتغلت عليها تقريبا من 1.5 سنة. ففتحنا لنا فرع في المركز الثقافي في برلين باسم مدرسة النهضة، واشتغلنا عن طريق مندوبتنا في او مسؤولة الإعلام بالمدرسة الأستاذة منيرة أحمد، هي سورية. بدأنا نتراسل أو نفتح مجالات للتعاون بيننا وبين أدباء المهجر ودول المهجر. دخلنا بعدها مرحلة ثالثة اللي هي ليه ما نحتكش بالشعراء الأجانب أو شعراء الغرب ونفرض عليهم ثقافتنا. هم طول عمرهم بيفرضوا علينا ثقافتهم، وطول عمرهم بيفرضوا علينا حتى وسائل الترجمة. طب احنا ليه ما نفرضش عليهم ثقافتنا بطريقتنا مع تغيير لغة الخطاب؟ فبدأنا حوكمة لغة الخطاب ووضع أطر محترمة وثقافية قادرة على أنها تناضل قدام الفلسفة المحية للحضارات اللي بتنتهجها أو بينتهجها الغرب، ومش هنذكر طبعا أسماء دول. فدخلنا فعملت حوار مع سبوتينك موسكو، واتكلمت بصراحة في الموضوع. وحصل نشاط بيني وبين مجموعة من الأدباء الروس. دخلت بعدها في نشاط واسع مع أدباء من كل أنحاء العالم، من الهند، باكستان،
في اوروبا من ارمينيا، من ايطاليا، من فرنسا. وفي بروتوكول تعاون هنعمله قريب جدا مع الجمعيه العلميه في جامعه ميلانو لتسويق الثقافه العربيه تحديدا، وتوجيه لغه خطاب جديد. جينا بعدها طيب احنا يا جماعه احنا كده شغالين في اوروبا، طيب امريكا اللاتينيه وضعها ايه؟ بدأنا وضعنا مجموعة من الخطط والآليات الجديدة للتسويق، وبالفعل تم إنشاء قسم ترجمة بتديره أستاذة عراقية، وعرضنا أعمالنا ولاقت نجاح. بدأنا نفتح المسافة أكتر، دخلنا مسابقات، دخلنا رحلات أدبية كاملة مع الشعراء، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نكسب وبجداره. وانا بقول يا جماعه بجداره لان احنا عندنا فكر. بعدها بدانا ندخل مرحله التسويق، ازاي نسوق افكارنا. فتعاملنا مع مجموعه من الجرائد العالميه عن طريق السوشيال ميديا ودور نشر عالميه. بدأنا نتعاون تعاون لوجستي مع الشعراء بالترجمة البديلة. استخدمنا مواقعنا استخدام جيد جدا، ووضعنا سلسلة مؤطرة إن احنا نحط ثقافتنا العربية على المحك الحقيقي والمسار الحقيقي للعولمة العربية. فغيرنا اللغة، بدل ما هم شايفيننا مفككين، لا شافوا مدرسة أدبية تحمل كل الأطياف بعيدا عن المذاهب الدينية. احنا عندنا شيعة، عندنا سنة، عندنا درز، عندنا مسيحيين، كل واحد له دينه، واحنا كلنا ديننا الثقافة. واشتغلنا بهذا المنوال ووصلنا تقريبا ل 80% من الخطط اللي احنا نبتغيها في هذه المرحلة. بالنسبة للاتحاد الدولي طبعا برئاسة معالي الدكتور محمد الجمل يوفر حقيقة كل السبل لمناخ مستقر وآمن لمسير الثقافة المصرية والعربية. وأنا أصر على كلمة العربية لأنه في خطط رائعة جدا هيعلن عنها دلوقتي. فإحنا بنضع المدرسة اليوم بين ايديكم، لان انا عايزها تكون بين ايدين الجماهير. الاول كانت بين ايدين الصفوة المثقفة والغرف المغلقة. النهارده انا بحطها بين ايديكم على اساس ان احنا عندنا مجموعة من الافكار والاليات الرائعة جدا، واللي في ايده يقدم شيء لبلده احنا نرحب بايدينا معاه، اللي في ايده يقدم شيء لعرضه احنا نرحب بايدينا معاه، اللي عايز يقدم شيء لنفسه برضه احنا نرحب بايدينا معاه. والخطوه الاخيره انا دخلت مرحله جديده في موضوع تسويق القصه، وانتخبت بنتين تقريبا سنهم متقارب. الأستاذة منار الشيخ هي روائية لسه بتكتب حديثا لكن لها مستقبل رائع، والسورية زينب عبود فتاة تبلغ تقريبا 20 سنة. ودول احنا بنعدهم علشان خاطر يكونوا نواة لجيل جديد. فدي كل مشاريعنا ودي موضوعاتنا البسيطة. طبعا احنا معانا شعراء كبار جدا على مستوى عالي واصحاب جوائز عالميه واصحاب جوائز عربيه، وكلهم بصفتي واسمي وكله عارف نفسه طبعا وهو قاعد. فمش هقدر ان انا اقول او ارحب بيهم لان هم طبعا اصحاب البيت وانا اضيف عليهم، لكن اقدر اقول ان انا شاكر فضلكم في الاستماعيه وشاكر فضلكم في حضوركم الباهي، وشكرا جزيلا. أترككم الآن مع فقرة موسيقية.